ثلاث صفقات نارية داخل النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد. الأول خلاص خلص وهو إمام عاشور، والتاني خلاص بيعمل الكشف الطبي وهو سوزا، واستنى علشان مجهز لك كام حاجة كده لسوزا لأن في ناس كتير مش راضية عن الصفقة دي. تالت واحد بقى وهو موهبة المغرب رضا سليم، اللاعب المميز وصفقة كبيرة فعلا لو تمت، واستنى برضو علشان هقولك ليه. تعال نشوف كل واحد هيضيف ايه في تشكيل الكولر. نبدأ الأول كده بإمام عاشور. انت معاك في نص ملعبك واحد زي المغناطيس وبيعمل ربط بين الدفاع والهجوم، وهو مروان عطية، قاطع لكل كرات الخصم، لاعب عنده رؤية كويسة وده خلاص حجز مركز 6 لحسابه. كمان عندك واحد زي ديانج، لاعب بدنيا وجسمانيا قوي، ولاعب يقدر ينقلك لنص ملعب الخصم في ثانية الا ثانية بسبب سرعته، وبيقدر يساعد زمايله في الضغط على الخصم، وكمان عمل الزيادة العددية في الهجمة. يعني انت عندك لاعب بمميزات كبيرة، هو عنده مشكلة واحدة بس، ان رجليه قوية على الجول بس التوجيه بتاعه في ذمة الله. فهنا بقى انت كان ناقص لك قطعة مهمة، واحد يكون رجله كرباك وبيسدد وبيوجه صح، لاعب يكون متحرك وعنده رؤية مميزة، وخصوصا في مركز 8 مش مركز 6، لان مركز 8 بيكون اقرب للمهاجمين وبيوصلك للجول في لحظة. لاعب يقدر انه يغطي الحتة اللي بيبقى فيها نقص شوية في تشكيلة ال4-3-3 وهي مركز 10. كمان لاعب يكون مهاري يعرف يجيب لك كرات ثابتة على حدود ال18. اكيد انت عارف انا بتكلم على مين. امام عاشور فعلا مش مجرد لاعب جه النادي الاهلي وخلاص، اللاعب ده جاي في وقته وجاي في احلى فترات للنادي الاهلي وفي اهم المراكز اللي كولر بيدور عليها، خصوصا ان كولر بيحب الاتنين اللي بيلعبوا في مركز 8 اوقات عادي يتحولوا لصناع لعب او يتحولوا لمهاجم تاني تحت راس الحربة. انا النهارده حرفيا هوريك كل لاعب هيعمل ايه في النادي الاهلي. تعالى كده نشوف كام لقطة لامام عاشور. هنا وهو في مركز 8 بيقدر يعمل اسيستات بشكل مميز قوي، وبص على الكام جول دول. وهنا بقى هتعرف اهمية امام عاشور في التسديد، لاعب رجله صاروخية، وبص برضو على الكام جول دول. كمان لاعب مهاري زي ما قلت لك، يقدر يخترق الدفاع او يجيب لك كرات ثابته على حدود ال18، وده هيبقى مهم قوي في الماتشات الكبيره او الماتشات يعني المقفوله. طب احنا كده حللنا واحد زي امام عاشور، وعرفنا جاي النادي الاهلي ليه، وعرفنا المميزات بتاعته. تعالى بقى لتاني واحد وهو سوزا. كولر بيحب المهاجمين اللي بتتحرك كتير وبتخطف خط الدفاع، يعني مش عاوز واحد بنفس نوعية مثلا شادي حسين، لا هو عاوز واحد زي نوعية كهربا وشريف، لاعيبة بتتحرك كتير وبتعرف تخطف خط الدفاع في لحظة. طبعا هو مشكلته مع شريف انه بيضيع كتير، ومع كهربا انه هو مش هيقدر يلعب بيه كل المباريات، وغير كده كهربا مش المهاجم اللي
ويخلص براسه. طبعا هنا بقى يجي سوزا. ليه كولر عاوز سوزا معاه في الفريق؟ سوزا بيتحرك كتير جوه ال 18 ودي النقطة اللي بتكلم فيها. كمان سوزا بيقدر يلعب براسه بشكل مميز قوي وهوريك كل حاجة دلوقتي. كمان يقدر يخلي سوزا لاعب محطة، لاعب يستلم الكورة تحت ضغطه ويسلمها للناس اللي جاية من تحت زي ديانج وامام عاشور، او اطراف الملعب زي الشحات وفيرسيتاو. كل دي مميزات موجودة في سوزا مش موجودة في كهربا ولا شريف. طب تعال نشوف كده. طبعا قلنا بيسجل براسه كويس قوي ودي كام لقطة كده براسه. كمان قلت لك بيلعب الناس اللي جايه من تحت. بص الكام لقطه دول وانت تعرف كولر بيفكر في ايه وجايب الصفقه دي ليه. واستنى علشان نشوف رضا سليم برضو جاي النادي الاهلي يعمل ايه. طب تعالى بقى على رضا سليم، موهبة كبيرة ولاعب مهم لو جه النادي الاهلي، وهقول لك ليه. اولا رضا سليم من نوعية اللعيبة اللي عاملة زي اشرف بن شرقي، لاعب بيقدر انه لما الكورة تجيله يحافظ عليها علشان يقدر اللي هو يطلع الباك ويلعبها له فالباك يعملها عرضية، ودي محدش كان بيعرف يعملها كتير غير جونيور اجاي ورمضان صبحي. وشايف ان رضا سليم لو جه النادي الاهلي هيتغير مركزه من جناح يمين لجناح شمال علشان يعمل جبهة نارية مع علي معلول. كمان لو الكورة تحت رجله فانت معاك لاعب مهاري يقدر يعدي 1 على 1، ده غير طبعا انه بيسدد بشكل مميز قوي. وميزه بقى موجوده فيه وكولر جايبه علشانها انه بيقدر يلعب كرات ثابته من الناحيه الشمال. يعني انت عندك علي معلول اي كوره من على الناحيه اليمين هو اللي بيروح يلعبها، العكس بقى هيبقى رضا سليم اي كوره من على الشمال هو اللي هيلعبها، وده سلاح كولر عاوزه معاه في الفريق. طب تعالى بص كده وشوف رضا سليم في الكرات الثابته مع الجيش الملكي كان بيعمل ايه. اي كوره ثابته على حدود ال 18 سواء من الناحيه اليمين او من الناحية الشمال كان هو اللي بيلعبها. كمان اللاعب حاسم قدام الجول، يعني لو جاله انفراد مش بيتردد في الكورة وبيحطها بستايل حلو قوي. ولاعب مهاري زي ما قلت لك وبيعدي من 1 على 1. وبكده يكون الفيديو خلص. يا ريت تقدر تعبنا وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الاشعارات علشان يوصلك فيديوهاتنا، وما تنساش تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام.